سلام يا قوم، وسلام خاص للإعلامي المرموق للأستاذ مالك الروقي. ومالك من الطويلة، بيض الله وجهك يا ولد روق دنيا وآخرة على تغريدتك الأخيرة، وموجودة بحسابي، عطيتها ريتويت وعقبها خليتها مثبتة وتقدرون تشوفونها. كلمات راقية وواعية من إعلامي يعرف حجم مسؤولية الكلمة بهالظروف. كنت شجاع حيل يا مالك، والله كنت شجاع، وانت تستعرض مواقف اخوانك الشعب الاماراتي في ردودهم على تغريدة السفارة السعودية بأن قلوب أهل الإمارات قبل البيوت مفتوحة لإخوانهم السعوديين. وكنت واعي يا مالك وانت تحذر من الأبواق الخارجية القذرة اللي تحاول زرع الفرقة بين الأشقاء. ومليون نعم يا بالروق وبكل ربعنا السعوديين، ومليون نعم بأهلنا في الإمارات. هذا اللي يذبح المحورشي الكبتاغوني الدايخ، يذبحها صوت الخليجي الواعي. الخليجي الواعي اللي لحظة الخلاف يقول الربع تعالوا نحل مشاكلنا بالحوار والتفاهم، وبنفس الوقت يقول للمحورشي الدايخ الخرا الخرا. في سنة 86 قطر سوت انزال عسكري على الجزيرة وأرسلت البحرين تعزيزات عسكرية، وكان الاشتباك على وشك انه يبلش، لكن على طول لقوا الملك فهد بينهم رحمة الله عليه، جمعهم وحاورهم وتوسط بينهم لين اقتنعوا الطرفين برفع الأمر لمحكمة العدل الدولية، وتم انهاء الخلاف في سنة 99. كخليجيين حتى لما تعجز منظومة مجلس التعاون عن الحل يروحون للمجتمع الدولي من البوابة المحترمة محكمة العدل الدولية، ما يعطون أي طرف خارجي فرصة للتدخل والابتزاز. حنا مو إيران اللي كل يوم جايبينها ترويكا الأوروبية تفتشها وتنتقص من سيادتها. حنا مو إيران اللي كل يوم وفد الخزانة الأمريكية يحدد لهم كم يبيعون نفط والمنو. حنا مو إيران اللي اليوم تنهار عملتها وما بيدها شيء لأن حساباتها بست جهات عالمية مجمدة. لكن أنت يا الخليجي المطفي اللي تبي وبلا وعي منك تبي حجم الخلاف يزيد، وتبي نطاق الحوار يقل، وتبي منظومة مجلس التعاون تضعف. أنت وأمثالك اللي خطابكم يقود الخليج للحالة الإيرانية، لكن معصي وبعيد عن شواربك وعن راسك الدايخ اللي تحكم فيه ياسر أبو هلالة وبلال ريان وغيرهم، بعيد عن شواربك أنت وياهم. وبإذن الله وتوفيقه، ثم بحكمة القيادات، ثم بدعم الأصوات الواعية مثل مالك الروقي وعلي النعيمي وغيرهم، ثم بدعاء أهل القلوب النقية من أبناء دول مجلس التعاون، منظومة مجلس التعاون بتستمر كمنظومة للدفاع المشترك، ومنظومة للتكامل الاقتصادي، ومنظومة لحل المشاكل والخلافات. اليوم وكالة الأنباء القطرية تنشر خبر اتصال هاتفي بين الأمير محمد بن سلمان والأمير تميم بن حمد، وبعدها بساعة نفس الوكالة تنشر خبر اتصال الشيخ محمد بن زايد بين الشيخ محمد بن زايد والأمير تميم. وأنا متأكد في اتصالات خليجية ثانية على رفيعة المستوى قاعد تصير، وهالاتصالات والعقلانية وهالحرص على المنظومة هو اللي خلى مجلس التعاون يستمر وفعال خلال 45 سنة اللي طافت. بس تعال شوف الجامعة العربية تترنح وبدون فعالية، ومجلس التعاون العربي السداسي انتهى، ومجلس التعاون المغاربي فشل. واسمع يا الخليجي المطفي، ويسمع معاك عيال ريان وغيرهم. أنا الحين كويتي مع عائلتي بالبحرين، جيتهم من الطريق في السعودية، يمي عوائل سعودية وإماراتية وقطرية وعمانية، وأجواء كأنها كاس الخليج، والكل محترم الكل. لو اشتكى عضو لتداعت له كافة الأعضاء من فضل الله. وانت يا الخليجي الجبان، شو الفرق بينك وبين أصوك الراس مالك الروقي؟ ليش خايف تقول رايك وتدعم آلية حل الخلافات الخليجية؟ خايف لا يدشون عليك منشن ويقولوا لك مرتزق وأجير ويحطوا لك صورة سيدي؟ إذا أنت تخاف من منشن شلون بتحمي بلد باكر؟ ما تقول لي. إجازة سعيدة للجميع وكل عام وانتم بخير، ما عدا المطفين والجبناء. سلام.